النهاردة هنتكلم عن التخطي، ازاي بنعرف نتخطى اي علاقة اي موقف. مش التخطي بس اللي هو يبقى بين الزوج والزوجة او ان هم انفصلوا او اي ارتباط بصفة عامة. لا، احنا بنتكلم كمان على التخطي عموما، ازاي نعرف نتخطى ازمات بتحصل في حياتنا، مواقف سلبية مش عجبانا، حاجات عايزين ننساها. ساعات كده بتبقى نفسك اللي هو لو عديت من قدام مكان، لا انت مش عايز تفتكر ولا المكان ولا الحدث ولا اي حاجة خالص، كأنك عايز تمسحه كده بأستيكة يعني من دماغك، من كتر ما هو الحاجة لازقة قوي في دماغك. وساعات الحاجات دي بتلزق اكتر لما احنا بنقاوح، من كتر ما انت بتقاوح في ان انت عايز تمسحها هي بتلزق اكتر. عارف اللي هو يعني اللي هو انت مش عايزني، طب انا لازقه لك اكتر واكتر واكتر. فكرة ان انت اهم حاجة بالنسبة لك في التخطي دي عموما. ويعني ايه اصلا تخطي؟ يعني ان احنا عمالين نسمع الكلمة دي دلوقتي، اللي هو انا عايزة اتخطى كذا، انا عايزة اعمل موف اون من بالذات هي يعني مشهورة اكتر في العلاقات بين الراجل والست اكتر، مع ان انا شايفاها ان هي ممكن تبقى بتمثل حاجات كتير في حياتنا، يعني مش بس راجل وست. انا ممكن يبقى عندي علاقة مع حد من اصدقائي وخلاص بقى الدنيا خلصت على كده يعني، فبقعد شوية لان الصاحب ده او الحد ده في حياتي كان مالي وقت. فالبني ادم ده او الشخص ده كان مالي وقت عندك، مالي وقت، واخد يعني انت بتبقى مستقطع له وقت كتير جدا من حياتك، وان انت طول الوقت عامل له مساحة، يعني واخد مساحة من حيز تفكيرك، واخد مساحة من حياتك. فبتبقى فجأة كده لو الشخص ده مش موجود لأي سبب بقى، يعني ممكن يبقى توفاه الله، حصل مشكلة بينا فمش هينفع نكمل تاني سوا في الصداقة دي. حاجة ساعات بيبقى حتى في الارتباط هو احنا اختيار بعض وكل حاجة، بس خلاص هو نصيبنا وقف لغاية هنا، فمش هنقدر نكمل بقى بعد كده. بس بيبقى في طرف دايما، يعني ساعات بيبقوا الاتنين، وساعات بيبقى في طرف اللي هو عارف يتجاوز بسهولة ويعدي، وطرف تاني لا الدنيا بتبقى يعني مكسلة معاه شوية، بيبقى الدنيا أصعب عنده وأتقل على قلبه أكتر وأكتر من الشخص تاني. ده ساعات بيبقى لأسباب كتير، لأن ممكن يكون الشخص التاني ده مش بس فكرة الحب نفسها، لا ممكن يوصل بقى للتعلق المرضي، لأن العلاقات بيبقى عاملة شبه الإدمان كده، اللي هو أنت عقبال بقى ما تعالج المدمن ده ونطلعه من الحاجة اللي هو فيها بتاخد وقت كبير جدا عقبال ما يرجع بقى يخف كده ويتعافى ويرجع يبقى سوي تاني. فالحاجات دي كلها بتحتاج مننا خطوات كتيرة جدا. يعني مثلا اصلا هو يعني ازاي بنعمل موف اون بعد انتهاء اي علاقة، وكان الاعمال الفنية جايبة الموضوع ده مركزة عليه كتير جدا. شبه في ناس ما بتعرفش بقى تعدي، يعني اللي هو حتى لو دخلت علاقة تانية بعد العلاقة الاولانية دي ما انتهت بتبقى مش عارفة تعدي. زي مسلسل راجعين يا هوا، وشخصية فريدة اللي كانت بتأديها هنا شيحة، دي كانت مرتبطة بشخصية بليغ اللي هو خالد النبوي، وهو سابها وسافر لان هي ما كانتش بتحب تركب طيارات، كان عندها فوبيا الطيران، وهو كان المفروض ان هو يسافر. المهم سابوا بعض يوم الفرح، فكان بعد شوية هي ارتبطت بحد تاني واتجوزته خلاص، وبليغ كان خلاص سافر وقعد بره كذا سنة، وبعدين رجع. كانت هي خلاص اتطلقت من جوزها ده بسبب المشاكل الكتير، لان كان الشخص ده كانت واخداه مسكن كده، اللي هو انت ما عالجتش الألم اللي انت كنت فيه الاول، او ما عالجتش الصدمة اللي انت كنت لسه خارج منها ورحت مسكن ده. انت متخيل بقى انت عملت ايه في نفسك؟ يعني اللي هو حتى وفي الشخص برضو التاني اللي انت ضيعته منك ده، اللي هو انت يعني دخلت حد وكل ذنبه في حياته ان هو مثلا حبك، فخلاص انت دخلته، وبعد كده اللي هو كأنك بتنتقم من الشخص الاولاني فيه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بسرعة.